تعمل ايه عشان تنقذ نفسك لو هجم عليك اسد؟ معلومة سريعة، على الرغم من ان الاسد كائن خطير لكن نادرا ما بيهاجم الانسان، فده يخلينا مطمنين نوعا ما. ومن حسن حظنا اننا نقدر نعرف لغة جسد الاسد، يعني مثلا هو هيهجم عليك ولا هو مجرد بيخوفك ولا هو اصلا مش مهتم بيك خالص. لو كان الاسد بيخربش في الارض وبينظف جسمه مثلا، فده معناه ان هو مش مهتم بيك. ولو لقيت ديله بيتحرك يمين وشمال، ده معناه ان هو حاسس بتهديد. الجزء بقى اللي تخاف منه لما تلاقيه هادي وساكن وتحس كده ان هو بيخطط وديله جامد وما بيتحركش تماما، ده بقى معناه انه هيهجم عليك. وهنا بقى والاول مره في فيديو ليا هقولك، اول ما تشوف اسد ما تبقاش هادي، لكن في نفس الوقت ما تجريش ابدا مهما حصل وتديله ظهرك، لان ده هيديله ايحاء انك شخص ضعيف وهتشغل عنده غريزه المطارده، وانت مستحيل انك تسبقه. فكل اللي عليك انك تعمله انك تبدا تصرخ باعلى صوت، وانت في نفس الوقت تكون باصص في عينيه في تواصل مباشر ما بينكم. ولو معاك جاكيت او شنطه او حتى بايديك، ارفعها لفوق وافضل نط بشكل عالي قدامه وسقف جامد. يعني من الاخر حاول انك تعمل صوت عالي باي شكل، حتى لو اضطريت انك تشغل صوت الموبايل مع صوتك عشان تديله ايحاء انك اكبر من حجمك وانك بتمثل تهديد قوي عليه. دلوقتي بقى ارجع بظهرك وابعد عنه، لكن زي ما قلنا ما تديهوش ظهرك ابدا. ارجع وانت باصص له وجسمك في اتجاهه او بشكل جانبي، وخليك مستمر في الصريخ وتحريك ايديك، وركز كويس جدا، لازم ترجع ببطء. ودلوقتي ممكن تلاقيه عادي جدا مشي وبعد عنك، لان الاسد بيختار معاركه وما بيحبش يدخل في معارك خسرانه او مش عارف عواقبها. طب لنفترض انك ما قنعتش الاسد انك قوي وفضل واقف مكانه، في الوقت ده اول حاجه الاسد هيعملها انه هيهجم عليك. ولو ده حصل هتلاقيه بيحاول يخوفك بانه هيعمل صوت قوي وهيجي باتجاهك في شكل مش مستقيم، وهو بيقفز قفزته هيكون بيحاول يوصل لوشك او رقبتك. المفروض بقى انك في الوقت ده تحاول انك تخبطه في راسه او في عينيه. طبعا الاسد اقوى منك بكتير، لكن لو قدرت انك تخبطه في راسه او في عينيه بشكل قوي نوعا ما، ده هيأثر عليه وممكن يسيبك ويمشي. ولو معرفتش تعمل كده، يبقى دلوقتي جه الدور على انك تبدأ تقاوم الهجوم بتاعه. حاول انك تحمي رقبتك ووشك من الهجوم على قد ما تقدر، حاول انك تخليه ما يوصلهمش، وممكن بالشكل ده تعرف باذن الله انك تنقذ نفسك منه. وفي الاخر برعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.